السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض لحضراتكم كيفية إنشاء حجز جديد على نظام الحجز الإلكتروني المسبق الخاص بالشركة العامة لتجارة الحبوب للموسم التسويقي للحنطة لعام 2026. بعد مسح QR كود الخاص برابط البوابة الإلكترونية للحجز، الذهاب إلى موقع الحجز واختيار تسجيل الدخول بواسطة التليجرام، الضغط على تسجيل الدخول عبر التليجرام وإدخال رقم الهاتف. الضغط على التالي والذهاب إلى تطبيق تليجرام لغرض تأكيد الحساب. الضغط على التأكيد والرجوع إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالحجز. إدخال الاسم الرباعي للسائق. إدخال رقم البطاقة الموحدة المتكون من 12 رقما. إدخال رقم هاتف السائق. الضغط على حفظ المعلومات. من النافذة الخاصة بالحجز واختيار إنشاء حجز جديد. إدخال معلومات الفلاح واختيار المحافظة. اختيار المديرية. اختيار الشعبة الزراعية. اختيار السايلو. كتابة اسم الفلاح. إدخال الحمولة القياسية للمركبة. ثم إدخال معلومات العجلة. اختيار نوع اللوحة. اختيار المحافظة. اختيار الحرف وتثبيت رقم المركبة. ثم تحديد صنف المركبة. وبعد إكمال جميع المعلومات الضغط إنشاء الحجز. يتم تثبيت الحجز وإصدار الوصل الإلكتروني الخاص بالحجز. ملاحظة: يمكن تعديل أو حذف هذا الحجز بعد نصف ساعة فقط بعد تثبيته على البوابة الإلكترونية. بعد استصحاب هذا الوصل وتسليمه إلى موظف الاستعلامات في المركز التسويقي إلكترونيا أو ورقيا حسب رغبة الفلاح. التوصيات المطلوبة: أولا، تهيئة البطاقة الموحدة للسائق إضافة إلى سنوية المركبة. ثانيا، رقم هاتف السائق مرتبط على حساب التليجرام. ثالثا، تهيئة معلومات الفلاح وكتاب الزراعة. رابعا، يكون الحجز لمدة 24 ساعة، وبخلافه يتم إعادة إنشاء الحجز من جديد. خامسا، بإمكان طالب الحجز إلغاء الحجز أو تعديله خلال 30 دقيقة من موعد تثبيت على البوابة الإلكترونية.